بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أعزائي المشاهدين متابعين صفحة عصام المعلاوي في كل مكان. أحب بس أرحب بالسادة المتابعين على صفحة عصام المعلاوي، وأرحب كل اللي بيشاهدوا عصام المعلاوي في كل مكان. يعني عايزين بس نتكلم كده على بعض النقاط كده وبعض الحاجات اللي حصلت بالأمس في مباراة الزمالك ومباراة سموحة، وكل الجدل حول المباراة وحول كل اللي حصل في المباراة من الحكم الدولي محمود البنا وكل اللي ده دار في اللقاء. ويعني عايزين نتكلم كده على الأجواء اللي حصلت وكل الناس اللي بتتكلم على المباراة، وهل حسام حسن يستحق الطرد أم يستحق ركلة جزاء، أو كل اللي دار في مباراة الزمالك ومباراة سموحة. طبعا المباراة كانت بالأمس بين الزمالك وفريق سموحة، وانتهت بفوز سموحة بهدف مقابل لا شيء. وكان في بعض المشاكل وبعض الجدل في مباراة سموحة وطرد لحسام حسن، ان هو مثل اكتر من مرة في منطقة الجزاء واعطاه محمود البنا الحكم الدولي انذار. وبعد كده في كورة تانية في منطقة الجزاء كانت في مسك واضح من حسام عبد المجيد. وبشكر طبعا كل اللي كان موجود في غرفة الفار ان هم في الكورة دي الحكم محمود البنا ادى طرد لحسام حسن وتغاضى عن احتساب ركله جزاء صحيحه لحسام حسن في منطقه الجزاء بشهاده كل التحكيم الحكام الدوليين زي الكابتن جهاد جريشه والكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه اون تايم سبورتس. وبصراحه كانت من أسوأ المباريات تحكيميا لمحمود البنا طول فتره تاريخه فيه. لو نتذكر كده مباريات كان محمود البنا ادارها باقتدار، كانت مباراه الرجاء غالبا والوداد اللي في المغرب اللي انتهت بالتعادل 3-3 او 4-4 على ما اتذكر، وكانت مباراه تاريخيه لمحمود البنا، وكانت مباراه في اجواء وكلنا عارفين شعب المغرب وجماهير المغرب، وكانت مباراه جميله من محمود البنا، وكلنا اشدنا بمحمود البنا في هذه المباراه ان هو حكم مباراه جميله جدا. ايضا المباراه الثانيه اللي حكمها برضو محمود البنا كان بين الاهلي وبيراميدز في كاس السوبر المصري، وانتهت بفوز نادي الاهلي بركله جزاء بهدف مقابل لا شيء عن طريق علي معلول. كانت ركله جزاء وضعها للاعب محمود عبد المنعم كهربا. خلينا بس ما نخرجش في اطار الموضوع، وهي مباراه الزمالك وسموحه اللي كل الناس اتكلمت على محمود البنا وقال لك ان محمود البنا كانت فيه ركله جزاء للزمالك وما حسبهاش وتغاضى عن ركله جزاء للزمالك. لا، ركله الجزاء بتاعت الزمالك دي كل الكلام قالوا ان هي بتاعت احمد حمدي، مش ركله جزاء واضحه وحسب 9 دقائق وقت ضايع. والمباراه بصراحه ما كانتش مباراه غير مرضيه طبعا لكل الجماهير الكره المصريه وكل الاعلاميين عن المباراه. ثانيا ركله الجزاء وطرد حسام حسن برضه مبالغ فيه. اولا هي ركله جزاء لحسام حسن وطرد لحسام حسن طرد غير صحيح. طب انت ما حسبتش ركله جزاء لحسام حسن، تمام؟ طب انت لجنه الفار لما كلمك وبعتك عشان تشوف الكوره وتشوف كوره حسام حسن، هو بعتك عشان ايه؟ عشان عارف ان الكوره اصلا ضربه جزاء وعارف ان حسام حسن ما ينطردش، ده حاجه. ومع ذلك فاز فريق سموحه بهدف مقابل لا شيء. هي المباراه سلبيه على نادي الزمالك لحاجات كتيره، ان عنده نهائي في بطولة الكونفدرالية. نتمنى طبعا التوفيق لنادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان يوم 12/5، والمباراة الأولى هتبقى على ملعب نهضة بركان. كانت المباراة دي أصلا لابد إن كان نادي الزمالك يحقق نتيجة إيجابية أمام فريق سموحة عشان خاطر مباراة الذهاب أمام فريق نهضة بركان. فمن ضمن المباريات اللي بصراحة ما عجبتش الواحد لمحمود البنا اللي أدارها في طول تاريخه، إن مباراة مش حلوة خالص في حد ذاتها. دي مباراة سموحة وكل الناس اللي بتتكلم عليها وان محمود البنا كان غير مرضي، ومحمود البنا مش عارف ايه ده، ما رضاش الزمالك، الكلام من ده. وبعض جماهير الزمالك كانت بتغني في المدرجات وتقول لك انا ناوي محمود البنا اهلاوي، محمود البنا ولا اهلاوي ولا بتاع، وكل ده اللي دار. لو تفتكروا برضو مباراة الزمالك والبنك الاهلي، الزمالك فاز بركله جزاء 1-0 عن طريق ركله جزاء عن طريق سامسونج اكينولا، واحرز ركله الجزاء احمد السيد زيزو، وانتهت بفوز. لو تفتكروا مباراة البنك الأهلي أمام النادي الأهلي اللي النادي الأهلي اتهزم فيها 4-3 من البنك الأهلي، كانت ركلة جزاء واضحة ولمسة يد واضحة للنادي الأهلي وما اتحسبتش للنادي الأهلي ركلة جزاء. تعالى ركلة جزاء بتاعت الزمالك في البنك الأهلي مش ركلة جزاء، ولذلك ركلة جزاء النادي الإسماعيلي أمام النادي الأهلي برضه مش ركلة جزاء اللي كل الناس قالت لك ركلة جزاء. لا، لو جبت وجه المقارنة بين ركلة جزاء البنك الأهلي
وركله جزاء فريق نادي الاسماعيلي، الاثنين مش ركله جزاء خالص، الاثنين مش ركله جزاء خالص. فده اللي احنا اتكلمنا عليه في مباراه الزمالك. لكل الناس اللي بتتكلم على الاهلي، والاهلي ده الاهلي ما بيتجامل بالحكام، ده الاهلي ما بيتجاملش، ده الزمالك مش عارف ايه، لا. احنا بص يا جماعه، زي ما اشدنا بالحكام المصريين في بطوله افريقيا في كوتوفوار، اشدنا بامين عمر واشدنا بمحمد عادل اللي عملوا مباراه جميله جدا 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 في بطوله افريقيا. اتمنى الحكام المصريين يمشوا على نفس النمط دوت، ويكونوا برضو زي ما احنا اشدنا بهم في بطوله افريقيا. لازم يكونوا برضو في الدوري المصري، يكون حاجه كبيره، ولازم نعترف ان عندنا حكام مصريين ممتازين. زي محمد عادل في ماتش البنك الاهلي برضو كانت ركله جزاء غير واضحه وطرد لاسامه فيصل. ايضا محمود البنا برضو زي ما اشدنا بيه قلنا من الحكام المميزين، برضو ركله جزاء لسموحه ما اتحسبتش وطرد لحسام حسن. فاحنا عايزين الحكام المصريين تمشي، ولا تجامل فرقه زي الاهلي، ولا تجامل فرقه زي الزمالك، ولا اي فرقه في الدوري المصري. انت كل فرقه لازم تاخد حقها في المباراه، ولازم كل فرقه تاخد حقها، سواء الاهلي بيلعب فرقه ضعيفه، سواء الزمالك بيلعب فرقه ضعيفه. الاهلي ياخد حقه والزمالك ياخد حقه، وكل فرقه الدوري المصري تاخد حقها. يعني كل فرقه الدوري المصري تاخد حقها. زي ما احنا بنتكلم الاهلي له ضربه جزاء او معلوش ضربه جزاء، بنرضوا نفس نظام الزمالك. فعشان خاطر يبقى في تكافؤ. وبعدين الحكم المفروض انت ما تعملش لمصلحه فرقه، سواء مصلحه للنادي الاهلي او مصلحه لنادي الزمالك. انا كحكم انا بعمل لنفسي. انا لازم اقيم نفسي في المباراه، لازم اخلي نفسي احسن من الفريق. ليه؟ لان انا مصلحتي الشخصيه ان انا اقيم نفسي كحكم، ان انا اكون عالي، ان انا واخد 10 من 10، عشان خاطر الناس اللي بتشوفني او بتشاهدني الحكام يقولوا الراجل الحكم ده كان ممتاز جدا. لكن اجامل فرقه على حساب فرقه، لا. انا بشوه صورتي نفسي، انا بشوه صورتي اصلا امام الدنيا كلها. فانا كحكم لازم اميز نفسي عن بقيه الحكام، لازم اخلي نفسي حاجه كويسه، او حكم مميز او حكم كويس، وما جاملش فرقه على حساب فرقه. لازم كل فرقه في الدوري المصري تاخد حقها، عشان نشيد بالحكام بتاعتنا ونقول للحكام بتاعتنا كويسين، ولازم يكونوا مميزين في البطولات الافريقيه. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في نهائي الكونفدراليه امام نهضه بركان، ان شاء الله يطلع بنتيجه ايجابيه يوم 12 في المغرب. ايضا نتمنى برضو التوفيق للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي في رادس. كل الامنيات والتوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك ممثلين الكره المصريه في الكونفدراليه في دوري ابطال افريقيا. وان شاء الله نحتفل بالنهائي الكونفدراليه مع الزمالك يوم 18 يوم مباراه العوده. وايضا النادي الاهلي نحتفل بمباراه العوده امام الترجي في استاد القاهره، وان شاء الله يكون سوبر افريقي خالص بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. كل الامنيات للتوفيق لنادي الاهلي ونادي الزمالك في بطوله الكره الافريقيه، وشكرا.